افضل الصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله. نبداو اقتراح جديد، وصفه جديده. كيف ما كتشاهدوا معايا الفيديو ان شاء الله اليوم غنقترح لكم واحد لاطارت بنكهه الحامض اللي كتجي لذيذه بزاف وبنينه. وكيف ما كتعرفوا الحامض فهو منعش، وهنايا درت لكم واحد المزيج ما بين الحامض والشوكولاط الابيض وحتى الكوك والجبن. فهاد المقادير هادو كيعطيونا واحد المذاق غايه في الروعه. كنصحكم تجربوا، لان كيف ما كتشوفوا المنظر ديالها كيجي راقي، وحتى المذاق ديالها انا متاكده الا جربتوها غتعجبكم بزاف، وغديروها طبيعة الحال للضيوف ديالكم ولا لوليداتكم وجميع المناسبات كيف ما سبق كنقول لكم، والحفلات ديالكم. فكنحاول نقدم لكم وصفات اللي سهله، ولكن الطريقه ديالهم كتكون يعني والمنظر كيف ما كتشوفوا كيكون جميل. ونبداو على بركه الله في المقادير. هنا كيف ما كتشوفوا معايا يعني الحلوه من بعد ما قطعناها، هذا هو الشكل ديالها من الداخل. فعلا كتجي فتيه كيف ما سبق قلت لكم، ما تشبعوش منها. ونبداو على بركه الله في المقادير. بالنسبه لهذا الخليط انا غنحتاج منه يعني جوج انواع ديال الحلويات. كيف ما غتشوفوا جوج انواع ديال الكيك. ممكن هاد المقادير تقسموهم على النص. هنا خديت جوج بيضات، كاس ديال السكر سنيده، غنطربهم بالفوي حتى كيتخلطوا مزيان. من بعد غنضيف واحد كاس ديال الزيت، ونستمر في الخلط. غنضيف هنايا واحد نص كاس ديال عصير الحامض، وضفت له نص كاس ديال الماء، يعني المجموع كاس ما بين الحامض وما بين الماء. هنا معلقه ديال الزبده، نخلطو حتى تفك هذيك الزبده. هنا كاس ديال الكوك اللي كيكون نوعيه جيده باش يعطينا مذاق زوين. واحد دانون، هنا خديت غير دانون صغير او ديروا جوج معالق بالنكهه ديال الفانيلا. وغنضيف واحد نص معلقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض اللي كتعطينا حتى هي اللون والمذاق. اللي ما كيبغيش يعني النكهات ممكن تستغنيو عليهم، حيت درتو العصير ديال الحامض، ممكن ديروا حتى القشور ديال الحامض. وضروري دائما في اي حلوه ديك قبصه ديال الملحه. هنا الدقيق الابيض، هنا تقريبا غنحتاجو 3 كؤوس ديال الدقيق الابيض، وجوج الخمارات بجوجهم من فئه ديال 16 غرام. ضروري يكون نغربلو الخميره والدقيق. هنا بالنسبه للخميره اصلا باقا عندي مزيانه، يعني ما مكوره ما والو. ملي كتشوفوا الخميره كتكون شويه بارده ضروري تغربلوها باش مابقاوش لكم دوك الكويرات في العجين. بالنسبه للخل حنا ما درناش هنا الخل حيت عندنا الحامض. ونخلط بالفوي حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي يكون متجانس. بالنسبه للمول فاي مول عندكم ممكن ديروه، اي شكل ديال مول عجيب او اي مول كيف ما بغيتو نتوما. هنايا خديت هاد المول، ضروري انا كندهن هاد المول واخا هو من الجرانيت، بعض المرات كيلصق، فانا كندهنو مزيان بالزيت والدقيق. وكنوضع فيه الخليط، وخليت واحد شويه من الخليط حتى غنوريكم شنو غندير به. هنا بالنسبه للكريمه نص لتر ديال الحليب، 4 المعالق ديال السكر سنيده، حيت عندنا الحامض فالحامض كيبغي شويه الحلاوه. وربعة المعالق هنا درت غير الفورس، اللي عنده نشا ممكن يديرو، اللي عنده خليط ما بيناتهم بجوج يخلط. هنا جبن مثلث، وغندير واحد 100 غرام ديال الجبن العادي، ياخذوا كيري ياخذوا جبلي اللي بغيتو. ونكهه الحامض كما سبقت وقلت لي ما كيبغيش النكهات، ممكن هنايا ديروا نص عصير ديال الحامض، وديروا قشوره الحامض وشويه الملح. بالنسبه للشوكولات حتى تعقدنا الكريمه اللي نضيفوا الشوكولات. هنا الحلوه بعد ما خرجت لينا كيف ما شفتوا. بالنسبه للفران كنطيبها من التحت ومن الفوق على 180 درجه حتى كطيب. كيف ما كتشوفوا راه كتجي فتيه، ما تحتاجوا لا تسقيوه ولا حتى شي حاجه. خليوها معتمده عندكم هذا الخليط، فانا ما غتشبعوش منه. يعني تقدروا ديروا غير بحال هكا، ماشي ضروري ديروا الكريمه، خليو غير كيكه بحال هكا عاديه، فهي كتجي بنينه بزاف. وهذه الكريمه من بعد ما عقدت كيف ما شفتوا كتجي كريميه، كيجي فيها واحد المذاق اللي زوين وبنين بزاف، حتى تجربوها اللي غتعرفوا علاش كنهضر. ونخليوها حتى تبرد ونزينوها. اما بالنسبه للخليط اللي بقى ليا من الاول كيف ما شفتوا، هادشي اللي بقى ليا
غنديرو في هذا المول هذا ديال لي مادلين، خرج ليا 12 حبه. وبالنسبه اللي ما بغاش يدير يعني في هذا المول هذا، ممكن ديروا غير نفس المقادير وديروا الكيكه ديالكم عاديه. وهنا كيجيو جوج انواع ديال الكيكات من خليط واحد، والمذاقات ديالهم كيجيو مختلفين. وندخلوا حتى هو يطيب 180 درجه من الفوق لتحت حتى كيطيبوا على خاطرهم. وهذا الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. كنكون ذوبت واحد شويه ديال الشوكولات، ممكن ديروا ليه شويه ديال اللوز ولا تخليوه غير هكاك، يعني كيبقى لكم الاختيار، مع معلقه ديال الزيت. وغناخذوا لي مادلين وغنغطسوا الوجه ديالهم او الظهر في الشوكولات. ممكن ديروا غير النص، ممكن يعني تغطسوهم بشكل كامل، كيبقى مزيان على حسب الاختيار ديالكم، حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. وبالنسبه انا غنعاود نزينهم شويه باللوز ايفيلي محمر، حتى هو كيبقى اختياري عندكم، زينوا به ما عندكم ديروا غير شوكولات فيرميسيل او خليهم غير بحال هكاك حتى هو كيجي الشكل ديالهم مزيان. اللي ما بغاش يدير لهم شوكولاط على الوجه كامل ممكن ديروا غير خطوط. وهذا الشكل ديالهم بعد ما درت ليهم اللوز ايفيلي كيجيو حتى هما بنان وهشاش بزاف. وكيف ما سبق قلت لكم لا علاقه بلا طارت بالمذاق ديالهم، واخا نفس الخليط فهم كيجيو مختلفين في المذاقات. هكا كنوعوا الميده ديالنا يعني بوصفات اللي بساط وساهلين، ومن خليط نخرجوا منه بزاف ديال المذاقات. هادو كيعجبوا حتى الوليدات بزاف، وممكن ديروهم ليهم هكا في لانش بوكس ديالهم، فهما كيجيو زوينين وبنان. اما بالنسبه للاطارت انا زينتها بهذا الشكل هذا. خديت واحد شويه ديال الكريمه، زدت لها الشوكولاط الابيض، درت منها خطوط كيف ما كتشوفوا، حكيت شويه ديال القشور ديال الحامض، درت دوائر الحامض، والجناب زينتهم بلوز ايفيلي. فدائما الزين كيبقى راجع لكم، وانا كنوريكم يعني التزيين ديالي انايا، وكل وحده تزين بالطريقه اللي بغات. اهم حاجه هو ديروا الحاجه وتزعموا، وحتى اللي عمرها ما بدات غير توكل على الله، لان هادشي ساهل بسيط. تبعوا غير الطريقه كيف ما هي، والمقادير كتكون مضبوطه، يعني ما تزيدوا ما تنقصوا فيها، وان شاء الله كلشي غينجح معكم. لا بغينا حنا نصايبوا هادشي في الدار كيطلع لينا رخيص، لو ان نشريو حنايا من برا كيكون شويه الثمن طالع. اللهم نصايبوا حاجتنا يعني بيدينا. وانا نترككم في رعايه الرحمن، وكنقول لكم مع السلامه.